خير وصحة وستر من رب العالمين. احنا عندنا فرح النهاردة، عقبال ولادكم جميعا يا رب. عندنا ما شاء الله بط كمية كبيرة، وعندنا حمام بكمية كبيرة، وهنعمل جلاش وهنعمل مكرونة بشاميل ونعمل حاجات كتير، وهنستفاد كتير قوي من الفيديو ده. خليكم معايا ونمشي مع بعض خطوة بخطوة ونشوف ايه اللي بيروح في بلدنا وايه اللي بيروح في بلدكم في حلة الاتفاق. دي اسمها حلة الاتفاق يا جماعة، معرفش عندكم اسمها ايه بقى. حلة الاتفاق او عشا ام العريس او عشا العروسة وام العريس، سموها زي ما تسموها بقى. المهم تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول وربنا يتمها عليهم بألف خير يا رب، هم ولادنا وجميع المسلمين اجمعين يا رب العالمين. تعالوا يلا عشان نشوف احنا هنعمل ايه. هننزل في الحلة بتاعتنا دي، بسم الله ما شاء الله، اكبر حلة عندك هاتيها للطوارئ والمناسبات وطوارئ سعيدة بإذن الله عندنا كلنا يا رب العالمين. هنحط طماطم وفلفل وبصل وورق لوري وفلفل اسمر. دي احنا هننزل فيه الدكورة البط دي. اما اللي في ايديا ده فلفل اسمر برضو، وهتتبلي البط بتاعك. انا لو كان معايا وقت كنت عملت له كمان تتبيله، طماطم وفلفل وبشرت له وبصل وبشرت له الحاجات دي وحطيته في التتبيله شويه، بس انا ما كانش معايا وقت وكان وقت مضغوط شويه. فانا جبت البهارات بتاعتي، فلفل اسمر وحبهان مطحون وورق لوري وكمون وكزبره ناشفه، وتبلت البط بتاعي وسبته كده لمده نص ساعه لما الميه بتاعتنا دي غلت. وحطينا في المية نزلنا فيها بحبهان ورق لوري وطماطم وفلفل اخضر، وهنسيب البط على جنب يستوى بقى. وهنجهز دلوقتي الحشو بتاع الحمام. احنا معانا ما شاء الله كمية حمام كبيرة، فلازم ان انت تبدأي يومك بدري او تشتغلي في الشغل ده قبلها بيومين كمان. معانا سمنة على زيت، اللي انا حطيته ده سمنة على زيت. عايزة تضيفي عليها معلقة سمنة بلدي زي ما انا ضفت كده ضيفي، ما انتش عايزة خلاص. وهتنزلي بكمية البصل بتاعتك بالشكل ده لما توصل بالتحمير للمرحلة دي. ما تخليش البصلة بتاعتك بيضة او تخليها سفري كده وتقولي لا انزل بالكبد والقوانص بتاع الفراخ بتاع الحمام. لا مؤاخذة يا جماعة، انزل بالكبد والقوانص بتاع الحمام ما ينفعش. انت حمري البصلة بتاعتك حلوة قوي. كل ما تحمري البصلة بتاعتك وتديها التست العالي في التحمير هتديكي نتيجة كويسة في الطعم في الحشوة بتاع الحمام، وهتديكي كمان عمر ان الحمامة تعيش معاكي في التوقيت الحر اللي احنا فيه ده، ما تحمضش او تبوظ منك او لا قدر الله تيجي تبص تلاقيها خمت، لا قدر الله بعد الشر يا رب. هتحمرها كويس جدا، وهتنزلي بالكبد والقوانص بتاع الحمام زي ما انا نزلت كده، وهتنزلي ورق لوري كمون كزبرة ناشفة فلفل اسمر 7 بهارات لو عندك، وهتنزلي عليهم بالطماطم. هنشف حمصي البهارات الاول، هتديها تحميصه كده علشان البهارات بتاعتك لو عندك من زمان او عند العطار من زمان او كده لازم نديها التحميصه اللي هي في البصل دي. وهتنزلي بالفلفل الالوان اللي انا نزلت بيه ده، بس اما الطماطم بتاعتك تتسبك، الطماطم اتسبكت انزلي بالفلفل والجزر بقى. الحمام بتاع البط بتاعنا كنت بشوفه خلاص استوى وطلعته، وده الحمام يا جماعه. انا خلاص عملت الحشو بتاع الحمام وبردته في جنب. لازم انت تبرد الحشو قبل ما تحشيه، وحشيته بس انا ما جبتش طريقه الحشو لان انا حاشيه معاكم كم مره قبل كده عشان ما اطولش الفيديو عليكم. وهتنزلي بالحمام بتاعك كده. لو الحمام بتاعك الجلد بتاعه رقيق زي ما كان الحمام بتاعي هتلفيه في ورق حراري كده عشان تضمني ان الحمامه تطلع سليمه بالشكل ده. هتشوفها استوت منين؟ من الجناح بتاعها زي ما انا بشوف كده، حته الجناح اتقطعت معاكي كده الحمام بتاعك استوى ما شاء الله. انا نزلت كميه ولما استوت رجعت نزلت بالكميه التانية ما شاء الله. نزلت ب3 كميات في الحله الكبيره دي بألف هنا وصحه يا رب الكل اللي اكل منه. عايزه اقول لكم معلومه بالنسبه للحمام يا جماعه. يعني اللي يجي ينظف حمام، انا عارفه ان كلكم شطار وبتعملوا كل حاجه وكل حاجه ممتازه من ايديكم، بس انا معلومه بديها ليا وليكوا قبل ما اديها ليكوا. يعني اللي تيجي تنظف حمام ما تشيطوش، الحمام ما بتشيطش. اما تشيطي الحمامه تيجي تبصي تلاقي الجلد قفش على اللحمه بتاعتها، تيجي تحشيها تتقطع معاكي. اسلم حاجه للحمامه ان هي ما تشيطش خالص. انت نضفيها كويس من الريش ونقعيها وخلاص على كده. كده خلصنا الحمام بتاعنا وحطيناه على جنب. ديت هنعمل العصاق بتاع البشاميل والجلاش اللي احنا هنعمله. نزلت بكمية البصل، كمية البصل دايما على قد اللحمة اللي معاكي. دولت 4 كيلو بصل وانا كان معايا 6 كيلو لحم.
بسم الله ما شاء الله بألف هنا وصحة. نزلت عليه حمرتهم برضو تحمير كويس، ونزلت بالطماطم لما اتسبكت، نزلت بالفلفل الأخضر والفلفل الألوان والشطة، لو انت عايزة الأكلة سبايسي شوية انزلي بالشطة. والبهارات اللي عندك بقى ورق لوري، فلفل أسمر، كمون، حبهان، كزبرة، توم باودر، بصل باودر، بهارات لحمة. لا تروح عند العطار هتقول له انا عايزه بهارات لحمه، هيديك بهارات لحمه. اللي انا بحطها دي ده ملح. الوقت اللي كان قبلها ده كان بهارات لحمه على بهارات كفته. ده بيديك تيست عالي قوي للعصاج بتاع البشاميل. وبسم الله ما شاء الله هننزل باللحمه بتاعتنا كده. وفي المرحله دي ايدك ما تشالش من اللحمه تقليب، عشان لو ايدك اتشالت من اللحمه هتبقى متكتله معاكي، واحنا مش عايزين الكتل الكبيره اللي بتبقى في البشاميل او في الجلاش او كده. احنا عايزين اللحمه بتاعتنا تكون مفلفله خالص، مفيش واحده لازقه في التانية. خلاص العصاج بتاعنا نشف وحطيناه على جنب، واحنا كده بنجهز البشاميل بتاعنا. لكل معلقه دقيق قبلها معلقه ماده دهنيه، سواء زيت او سمنه او سمنه بلدي، بس ده انا عامله ميكس. ما حطيتش زيت يا جماعه، انا بحط الزيت للبشاميل بتاعي. انا بحط سمنه بلدي هنا، كنت بنقله في حله تانية عشان لقيت الحله صغيره شويه، فقلت ايه نكرز اجديه اوسع له على راي اللي بيقول. فوسعنا الحله شويه علشان نعرف ان احنا ناخد وندي معاه في التقليب كده. بحط الماده الدهنيه ايه بقى؟ ده كانت سمنه بلدي وسمنه نباتي. حطيت النص سمنة بلدي والنص سمنة نباتي، طبعا ما انت عاوزة بقى، بس ده شغلي وانا دايما بدخل السمنة البلدي في شغلي عشان بتدي طعم وتست عالي جدا. نزلت الاول بشوية شوربة كده، ان انا فكيت البشاميل بتاعي، فكيت الدقيق يعني عشان ما يتكتلش مع بعضه. وهنزل بقى باللبن بتاعي بالشكل ده، والملح، ده الملح وكمون، وديت بهارات فراخ وتوم باودر وبصل باودر وفلفل اسمر. اللي انا حطيتها قبل البهارات دي معلقتين قشطه كبار، هتحطيها برضه هتديكي تيست عالي مع السمنه البلدي للبشاميل. دي بقى المكرونه بتاع البشاميل اللي احنا هنسلقها. كلنا عارفين الميه بتاع المكرونه لما تغلي هنحط لها الملح، وهننزل بالمكرونه كده وهنصفيها في مصفى وتبقى جاهزه على الصواني بتاعتنا على طول ان شاء الله بالشكل ده كده. خلصنا العصاج بتاعنا وخلصنا البشاميل وخلصنا المكرونة، هنبدأ ان احنا نقفل بقى. شفت في المرحلة دي طرحتي اتبهدلت وكنت خلاص هبطت وما عدتش قادرة خالص. بس ربنا تمها على خير والحمد لله، وكل حاجة طلعت بسم الله ما شاء الله زي العسل. شباب بنشف العرق. انا الوقت ده كنا بقينا حوالي مثلا يعني الساعة 11 الظهر كده، كان الجو حر قوي، واللحمة والحمام والعصاج ده وكل ده كنت سهرانة فيه طول الليل. فيعتبر يوم بليلة كده، ده تاني يوم بقى، فكنت اتبهدلت يا جماعة. بس خير ان شاء الله، ربنا يتمها عليهم بخير يا رب، ويجعلهم سعداء العريس والعروسة بتوعنا، اللهم امين يا رب العالمين. هتحطي طبقة بشاميل خفيفة تحت في أرضية الصاج أو في أرضية الصينية أو اللي انت بتعملي فيها، وهتحطي عليها طبقة مكرونة، وهتنزلي بطبقة خفيفة برضو بشاميل بالشكل اللي أنا بعمله ده. أيوة اجمد يا وحش، انزل بالحلة بتاعتك كده على طول. اللي انا بحوشه ده يا جماعه ورق لوري، عشان ما حدش يقول ايه اللي انت بتنقضي ده ورق لوري، ما بسيبوش يبقى في قلب البشاميل كده، عشان اللي يجي يقطع لو لقى حته ورق لوري او كده ما بتبقاش ظريفه يعني. فكنت بحوش. هتغطي بقى المكرونه بتاعتك بالطريقه دي، وهتحطي شويه بشاميل علشان يديله طعم من جوه، يعني يدي لقطعه البشاميل بتاعتنا طعم حلو زي ما انا بحط كده من جوه. وهتنزلي عليه كمان بطبقة من اللي هي المكرونة، وهتغطي بقى. عفوا يا جماعة. وهتغطي بالبشاميل بتاعنا. انا دايما بقولك اي مناسبة عندك، اي فرح، اي حاجة، خلي شغلك متناسق وامشي مع نفسك واحدة بواحدة، هتلاقي كل الشغل بتاعك خلص. وبسم الله ما شاء الله هتلاقي كل حاجة خلصت وانت في هدوء تام، ومن غير ما تتعبي نفسك. اي نعم هو الشغل اولا واخيرا متعب او مجهد، بس برضو مهما كان نظمي وقتك ونظمي حاجتك حواليك، وانت هتلاقيك طلعت من الطرقة اللي انت بتمر بيها بسلام بإذن الله. ده كان معمر. يعني احنا هنعمل كمان معانا رز معمر. انت نقعت الرز بتاعك سواء بمية سواء بلبن زي ما انت بتنقعي لمدة ساعة، وهتنزلي. انا دايما بحب يعني بنقعه بلبن في العموم يعني، بس المرة دي نقعته بمية.
فأنا قعدته كده لمدة ساعة يا جماعة، وجبته حطيت عليه معلقتين 3 قشطة، وفي الناحية التانية زيها برضه، وده سمنة بلدي نزلت بيه برضه، والتانية يعني الصينيتين الاتنين زي بعض، قشطة وسمنة بلدي. أما اللي أنا باحطه ده لبن رايب، وده اختياري ما هوش في الوصفة يعني. باحب أحط لبن رايب في المعمر بتاعي، علشان ايه بقى؟ بيطري حباية الرز، بيخليها طرية، وبيخليه جوسي وطعمه حلو كده وحلو قوي يعني. لو حابين تعملوا الخطوة دي اعملوها، لو ما انتوش حابين استكفوا بس بالقشطة والسمنة البلدي واللبن الحليب. وهتغلفي كل حباية الرز كده زي ما انا بقلبها، وهتطعميه بالملح بتاعك بقى. حطي مقدار الملح اللي قدامك يعني. لو انت عامله طاجن صغير هتحطي نص معلقه، لو كبير زي ده هتحطي معلقتين زي ما انا حطيت كده يعني، بيبقى بالنظر. وهتنزلي باللبن بتاعك، وبرده هنزقه في الفرن عشان نكون خلصنا كذا صنف من شغل عروستنا العسل القمر. ربنا يسعدها يا رب، ويجعل ايامها كلها سعيدة وفرح وهنا يا رب العالمين، اللهم امين. دي يا جماعة اسمها حلة الاتفاق عندنا ببلدنا، انا مش عارفة في كل بلد اسمها ايه. اللي هي ببلده سواء حلة اتفاق او عشا العروسة او عشا ام العريس، يكتب لي في الكومنتات تحت وقولوا لي هي عندكم اسمها ايه في البلد عندكم. البيض دي بقى انا بنزله واحده واحده كده، ليه؟ عشان لا قدر الله احنا في الحر ممكن تكون بيضه مش كويسه، تكون كده يعني، ما بيبقاش البيض مضمون في الحر اللي احنا فيه ده بالذات. فانا بنزل كده بيضه في طبق واحطها على اللبن. الخليط ده ايه؟ الخليط ده اللي احنا هنعمل به الجلاش بتاعنا. جالي مكالمة بقى في الوقت ده، وكنت لازم أرد عليها لأنها حبيبة قلبي وروحي اللي كانت بتكلمني، فرديت عليها أثناء التسجيل عادي، ما فيش فيها أي مشكلة. نزلنا دلوقتي بالبهارات بتاعتنا في اللبن. احنا حطينا دلوقتي البيض بتاعنا تبع الكمية اللي قدامك. انا مش هقولك كمية محدودة للبيض، لان انا ما شاء الله معايا كتير. انت ممكن تعملي صينية واحدة، لو هتعملي صينية واحدة حطي بيضتين على الكيلو اللبن بتاعك. اما ده كمية كبيرة فانا حاطة بيض كتير. دي اللي في ايدي دي يا جماعة سمنة بلدي على سمنة نباتي يعني. انت هتدهني كده كل طبقة، بس هتدهني خفيف. هتشوفوني الوقت وانا بدهن هتلاقيني بدهن خفيف خالص. نزلت بالبيض هنا في اللبن، ونزلت بالبهارات بتاعتي نفس البهارات اللي انا نزلت بيها في اللحمة والعصاج والحاجات بتاعتنا اللي هي عدت دي. هتيجي تدهني كده أرضية الصاج ده بالسمنة بتاعتنا كده زي ما انا بدهن كده. وخلي ايدك وانت بتدهني الجلاش بالذات خليها خفيفة يعني، ما تقليش دهنة الجلاش قوي. ليه بقى ما تقليش الجلاش؟ لان هو بيبقى كل طبقة والتانية انت بتدهنيها، فانت مش هتدهني بكمية كبيرة ان هي تخلي الجلاش تيجي تاكليه كده تلاقيه كله سمنة، او يبقى تقيل في اكله. كل ما تخلي ايدك خفيفة وانت بتدهني، كل ما القطعة تبقى طالعة معاكي حلوة، وفي نفس الوقت قابة في الفرن، وتيجي تاكليها تلاقيها طعم حلو. يعني ما تبقاش تقيلة في الأكل، تبقى خفيفة. اللي ياكل قطعة يعوز ياكل التانية، مش اللي ياكل قطعة خلاص ياكل قطعة ما عادش قادر بقى، لا يعوز ياكل التانية والتالتة إن شاء الله. ونصيحة مني لكم يا جماعة، السمنة البلدي في الجلاش والمكرونة البشاميل بتنقلها نقلة تانية خالص، بتديها تيست عالي جدا. جربي كده لما تعملي جلاش وتحطي فيه معلقتين سمنة بلدي بيبقى طعمه تحفة. هتعملي الوصفة دي ان شاء الله وهتدعيلي بإذنك يا رب. وربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا، وانا عارفة ان انتوا اشطر مني بكتير جدا. حطينا كده من تحت، هتحطي كام ورقة بقى من دي؟ هتحطي 7 ورقات. 7 ورقات بقى يعني، ممكن تحطي 7 الناحية دي و7 الناحية التانية، لأن الصاج بتاعك كبير. أما انت لو الصينية بتاعتك صينية صغيرة هتحطي 7 فوق و7 تحت. الصاج طبعا بتاعي كبير، كنت حاطة يعني ايه 7 الناحية دي و7 الناحية التانية، بس هي بمقام 7 في الأرضية يعني، 7 طبقات تحت و7 طبقات فوق. واللي احنا رصيناه قد اللي احنا رصيناه تحت هنرصه فوق، وبنفس الدهان اللي احنا دهنا بيه بالظبط. هو تقطعي الجلاش قبل ما يخش الفرن. ايوه يا جماعه قطعوه قبل ما يخش الفرن، عشان لما تيجي تسقيه اللبن، اللبن يدخل جوه القطعه كلها وينزل في قاع الصاج من تحت، وبسم الله ما شاء الله يقب معاكي في الفرن، يبقى كله مورق ما يبقاش مكتوم. طب انا ما اقطعوش بعد ما يطلع؟ لا، قطعيه قبل ما يخش افضل وافضل ليكي، علشان اللبن يدخل زي ما انا بقولك كده. شوفي كل لما بتسقي شويه اللبن بيخش بين الجلاش وبعده، لو ماهوش متقطع مش هيخش بين الجلاش كده.
ونصيحة كمان لكم يا جماعة، لو جيتوا تعملوا الجلاش اسقوه باللبن ده وسيبوه مركون ساعة أو 2 جنبكم، لو الجو مهوش حر أوي، لو تحت مروحة ولا كده سيبوه مركون ساعتين ولا حاجة. كده دخلنا الجلاش. ليه بقى نسيبه مركون؟ علشان بيدي طعم حلو أوي للجلاش. كده احنا دخلنا الجلاش والمكرونة الفرن، وده البط بتاعنا بعد ما استوى، ودهناه كده بالمادة بتاعتنا اللي هي ايه بقى. هقول لكم اللي انا بدهنه ده عبارة عن ايه. اللي انا دهنته البط ده، هتجيبي برطمان صلصة، وهتجيبي عليه نص شفشق طماطم او تبع الكمية اللي قدامك. ده برطمان صلصة ونص شفشق طماطم وشوية دبس رمان، قيمة نص كوباية دبس رمان. انا يا جماعة بقول بكميات كبيرة، يعني نص كوباية ديت انت حطي معلقة بس. لو انت هتعملي بطة واحدة حطي معلقة او نص معلقة. انا بقول بكمية كبيرة عشان الكمية عندي كتير. وهتقلبوهم في بعض، ومعلقتين خل وعصرة ليمونة، وهتقلبوهم في بعض. وهتدهني بقى بط، فراخ، حمام، اي حاجة عايزة تحمرها في الفرن هتدهني بالطريقة دي. ونزلنا بالحمام بتاعنا في الزيت والسمنة حمرناه، وده الفينش الأخير بتاع الأكل بتاعنا كله اهو. ألف 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 مليون مبروك للعريس والعروسة بتوعنا الأمارات العسلات، ربنا يتمها عليهم بخير يا رب. وأنا عايزاكي تبقى أشطر مني وأحلى مني في المطبخ، والفيديو بتاعي تكوني دخلت عليه وتشوفيه كله من أوله لآخره، واللي شافه كله يعمل لي لايك واشتراك للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. ويا رب تكونوا استفدتوا مني بأي حاجة في الفيديو، وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة، باي.